ليه ناس كتير بتدخن ومش قادره تبطل السجاير؟ السؤال ده هو السؤال اكتر جدلا في وسط المدخنين. تعالى بقى اقول لك على الثمن الحقيقي اللي جسمك بيدفعه. اول حاجه تلف الرئه بشكل دائم، وزياده احتماليه سرطان الرئه بنسبه بتوصل ل 20 ضعف، وانسداد مزمن في الشعب الهوائيه بيخليك تاخد نفسك بالعافيه. ده غير زياده في خطر الازمات القلبيه والسكتات الدماغيه وضعف الدوره الدمويه. وكمان التدخين بيقلل وصول الدم للمخ، يعني بيزود من خطر السكته الدماغيه. ومش بس كده، بالنسبه للبشره والشكل بيعمل تجاعيد مبكره، ده غير بهتان لون البشره وتسوس الاسنان وريحه نفس وحشه جدا. ده غير كمان ان هو ممكن يعمل لك قرحه في المعده وزياده خطر بسرطان البنكرياس وسرطان المريء. بيؤدي الى ضعف الحيوانات المنويه عند الذكور، وبيسبب ضعف للتبويض عند السيدات، وكمان مشاكل كتيره في الحمل والولاده، وبيسرع من هشاشه العظام وبيخلي العظم اضعف. ازاي ابدا ابطل؟ اول خطوه، خد قرار صادق مع نفسك، مش نص نص. ثاني خطوه، ابعد عن الاماكن اللي فيها تدخين على قد ما تقدر. ثالث خطوه، عوض نفسك بحاجات انت بتحبها واشغل وقت فراغك زي رياضه او موسيقى او خروجات صحيه او اي حاجه زي كده. رابع خطوه، ما تستسلمش لو ضعفت يوم وكمل تاني عادي، بس مش معنى كده انك كل يوم تضعف وقول هرجع اكمل تاني. اطلب مساعده سواء من دكتور او صديق او جروب دعم. وخلي بالك في جروبات كتير قوي على الفيسبوك بتساعدك ازاي تبطل السجاير وبتمشي معاك خطوه بخطوه، او ممكن تكتب لي في الكومنتات وانا هساعدك عادي. في الاخر احنا كاشخاص عقلانيين المفروض نبص على الفوائد ونقارنها بالاضرار، وعلى اساسها ناخد القرار. وبطل تتحجج بفوائد السجاير لان هي ما فيهاش فوائد. انت تستحق انك انت تعيش بصحه. ابدا من دلوقتي، سيب السيجاره قبل ما السجاير تسيبك. انا محمد يوسف، اخصائي تغذيه علاجيه ومدرب شخصي ولياقه بدنيه. لو عندك اي استفسار عموما اكتبوا لي في الكومنتات وانا هساعدك ان شاء الله. وخليك فاكر ان صحتك مش رفاهيه، صحتك حياتك. مع السلامه.